متابعينا الأعزاء، كشفت مباحث أمانة العاصمة غموض جريمة كادت أن تدفن مع الضحية، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى ويقظة رجال البحث الجنائي استطاعوا كشف هذه التفاصيل وهذه الجريمة. نتابع سويا. بدت الجريمة في الوهلة الأولى جريمة سرقة، حيث تم إبلاغ مركز شرطة علايا بأمانة العاصمة من قبل أحد المواطنين عن سرقة منزله. وبعد التحري وجمع المعلومات تبين أن المتهم قد فر إلى محافظة الحديدة، وبعد التنسيق مع رجال الأمن هناك تم تتبع تحركات المتهم وضبطه مع المسروقات، وهي مبلغ مالي و5 جنابي ثمينة كان قد قام ببيع بعض منها وإرساله إلى مركز شرطة علايا الذي قام بدوره بإرسال المتهم إلى البحث الجنائي بالعاصمة صنعاء. وهنا كانت بداية اكتشاف تورط المتهم إلى جانب السرقة بجريمة قتل. أولا القضية أرسلت إلينا من مركز الشرطة على أنها قضية سرقة منزل أو سرقة شقة المجني عليها،